غير كتوصل 9 الليل كيقطع عليا الضوء، كيحيد لي التليفون وكيبقى يضرب فيا. واحد الليله حتى هرسني من ايدي. السلام عليكم متابعين ديالي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد وقصه جديده. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتابونوا في القناه. انا نعاود لكم حكايتي. من أسوأ الامور اللي كيتعرض لها الانسان في حياته هي الخيانه، خصوصا مني كتجي من اقرب الناس ليك. هادشي تيخلي لك جرح كبير في قلبك وعمرك تنساه، حيت كنتي داير فيهم الثقه هما كيستغلوك وكيخونوك. هادشي كامل تيخليك تفقد الثقه حتى في راسك. هذا هو الموضوع قصتنا اليوم مع ابتسام. انا نعاود لكم حكايتها على لساني. انا سميتني ابتسام، عندي 21 عام. حكايتي بدات مع الزوج ديالي اللي زوجوني دارنا بزز مني بحكم السيد لاباس عليه، واخا كبر مني وعنده 45 سنه. دارنا وافقوا عليه وزوجوني بيه. انا ديك الساعه ما كنت مازال تنقرا، يلا عندي 19 سنه. في نهار العرس درت ما في جهدي باش هاد الزواج يفشل وما يكملش، ولكن للاسف ما وقع والو. من بعدها مشيت عنده الدار، دازت ايام قليله ورجعت لقرايتي في لافاك. فكرت في بزاف ديال الحوايج باش ننتقم منه. فكرت انني ندير علاقه مع واحد الشاب تيقرا معايا. بالفعل داكشي اللي درت معاه علاقه لمده 3 شهور. هادشي كامل درتو باش ننتقم من راجلي، باش نتفارق معاه. حتى لواحد النهار خارجه من لافاك انا والسيد اللي درت معاه علاقه، هو يشوفني راجلي معاه ما عجبوش الحال. قال لي شكون هذاك؟ قلت لي غير الصديق ديالي تيقرا معايا. صراحه داك النهار تكرفس عليا مزيان، صرفقني قدام الناس وبقى تيغوت عليا. من تماك ما بقيتش مشيت لافاك مده ديال شهر، ما بقيتش قادره نمشي. المهم في ديك الفتره عشت معاه العذاب، ما بقاش تيديها فيا. من داك النهار حنا في الصداع والغوت والمشاكل. من بعدها رجعت لافاك، عاودت رجعت مع داك الدري اللي كنت مصاحبه معاه. قلت ليه راه تنبغيك وما باغاش نتفارق معاك. قال لي ما يمكنش نستمروا، انتي مرا مزوجه، هاد المره ضربك، المره الجايه غادي يدير لك شي حاجه اكثر. صافي من تما قطع معايا العلاقه. المهم داز من وراها شهر لقيت راسي حامله. مني مشيت عند راجلي وقلتها ليه ما عجبوش الحال، بقى تيغوت عليا. قال لي قلت لك انا ما باغيش الولاد دابا، مازال ما مستعدش. قال لي غادي نديك وغادي تطيحيه. قال لي نعطيك شحال ما بغيتي ديال الفلوس غير طيحيه. انا كنقول ليه لا ما يمكنش، ويقول لي عائلتك موالفين يبيعوا ولادهم كيف ما باعوك نتيا على قبل الطمع والفلوس. عيطت لماما عاودت ليها كل شيء وهي تصدمني. قالت لي غير صبري يا بنتي معاه، راه عمرك تلقاي بحاله. واحد النهار مشيت عند عدوزتي، جلست معاها شي ايامات حيت راجلي كان مسافر وخلاني مع مو. المهم عجبني الحال حيت مو كانت ظريفه وكتعامل معايا مزيان. الصراحه تهلات فيا. واحد الليله كنت غادي للكوزينه باغا نشرب وانا نتلاقى مع لوسي، كان اول مره نشوفه. المهم بقينا تنهضروا، قلت لي بزاف ديال الحوايج وعاودت ليه كل شيء حتى مشاكلي مع خوه اللي تزوجت بيه وانا في عمري 19 عام. هو كان كبر مني ب 26 عام. المهم بقيت مع عدوزتي شهر، وقعوا بزاف ديال الحوايج مع خوه. غادي تكون المره الثانيه اللي غادي نخون راجلي مع خوه. رجعت للدار مني جا راجلي، ولكن العلاقه تأزمت بزاف، ولاو بزاف ديال المشاكل بيناتنا. اي حاجه كانت تيجيبها ليا من الزنقه ما كنتش تناكلها حيت ما بقيتش كنثيق فيه. كنبقى نقول واقيلا دير ليا فيه شي حاجه باش نطيح هادشي اللي في كرشي. كيقطع عليا الضوء، كيحيد لي التليفون وكيبقى يضرب فيا. واحد الليله حتى هرسني من ايدي. صافي من بعدها جمعت حوايجي ومشيت عند عدوزتي، بقيت جالسه معاها حتى ولدت. في ديك المده اللي جلست معاها كنت ديما تنعس مع لوسي كل ليله. المهم ناض راجلي قال لي صافي غادي نطلقوا، وهاد الولد غادي ناخدو بزز منك، بغيتي ولا كرهتي. بقينا هكا في المشاكل. دخلت عدوزتي وصالحات بيناتنا. رجعت واخا هكاك بقيت تنخاف منه. دازت المده ما بقيتش قادره نتفرق مع خوه. بزاف ديال الناس غادي يلوموني، غادي يقول لي انت خائنه، ولكن خاصكم تعرفوا كنحمل المسؤوليه لدارنا. هما اللي حطوني في هذا الموقف، وهما اللي وصلوني لهاد الحاله ديال الخيانه الزوجيه. هما زوجوني براجل ما كنبغيش، كنكرهو،
دارنا كان همهم هما الفلوس. ماما كانت كل مره كتعيط ليا كتبقى تقول لي باغي الفلوس، كتقول لي قولي لراجلك يكتب لك الدار ويدير لك الطوموبيل. دارنا باغين غير الفلوس، ما كيهمهمش انا. باعوني على قبل الفلوس. واحد النهار عيطات لي ماما، قالت لي اختك غادي نزوجوها خو راجلك اللي انا دايره معاه العلاقه. قلت لها لا ما يمكنش. قالت لي كيفاش؟ قلت لها باغا تبيعي اختي؟ حتى هي تقول لي انتي ماشي سوقك، المهم غادي نزوجها ليه باي طريقه. من بعدها تلاقيت مع لوسي، هزيت لي تليفون وانا لقى نمرة اختي عنده. قلت لي شكون هادي؟ هو يقول لي واحد البنت صيفطات لي في فيسبوك، ما عرفتهاش شكون. وانا ناخذ نمرتها وهضرت معاها، لقيتها بنت طريفه وبغيت نتزوج بها. وانا نقول لي كيفاش باغي تزوج وتخليني؟ هو يقول لي لا، غادي نتزوج بها قدام الوالده باش نرضيها، حيت ديما كتقول لي تزوج، اما الحقيقه راه تنبغيك نتيا وما عمرني نتفرق عليك. ديك الساعه مشيت عند ماما، درت ليها فضيحه في الدار، ناض صداع مزيان. من تما قطعت علاقتي مع ماما حتى لحد الساعه. مشيت عند لوسي وهدرت معاه، وواعدني ما غاديش يعاود يهدر مع اختي. انا لحد الساعه مازال مع خوه، وراجلي واقفه معاه على الطلاق. ما بقيتش قادره نصبر معاه، وليت تنكرهو بزاف. بسبابو دمرات حياتي، وصلت لهاد الشي كامل. هذه هي قصتي، كنتمنى تنصحوني.